السلام عليكم متابعينا الحلوين، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. تعالوا وياي اليوم نحضر شنطة سفر ورايحين على مكان كلش حلو كلش جميل. حبيت اصور لكم الخطوات كل واحدة بوحدة. طبعا مثل ما شفتوا بالبداية حضرت الشنطة مال الاسعافات الاولية، وبعدين شنطة الميك اب، وبعدين حضرت شنطة شغلات الحمام مثل ما يقولون، وبعدين حضرت الملابس والعطورات وشسوار أهم شي. طبعا السفرة كلها ما تطول أسبوع، بس ماخذة هاي الشغلات كلها وياي إلي والبنتي يعني. وهنا أنا حضرت كل شي وراح أسد جنطة، ويلا ويا بعض خلينا نروح وين رايحين. طبعا طلعنا من موقع مالتنا لألمانيا إلى المكان اللي رايحين عليه تقريبا 6 ساعات وشوية هو الطريق، ومرينا بهولندا. راح أصور لكم الطريق. الجو كلش حلو ويخبل، يعني صار قد عندنا مطر كلش قوي، بس الحمد لله والشكر اليوم جو كلش حلو. حبينا نطلع بيه ونفرفر بيه شوية، بما أنه هنا بأوروبا عطلة، يعني ماكو مدارس، عطلة صيفية. وطريق كان كلش حلو طبعا، ومو هالقد ازدحام يعني شوية، والناس كلها طالعة تروح تفتر لأن جو حلو وشمس. طبعا هنا دخلنا بالهولندا. حاليا احنا نسوق بالهولندا. المكان اللي نروح عليه لازم نكمل كل الطريق بالهولندا، يعني طلعنا من ألمانيا دخلنا بالهولندا، وبالهولندا مسموح لنا فقط 130 أقصى سرعة، ما يصير أكثر من 130. يعني مو مثل ألمانيا السرعة مفتوحة وتدوس وتطير وين ما تريد تروح، بس بهولندا لا، 130 ولازم على 130. وطلعنا باتجاه الدولة اللي رايحين عليها اللي نزورها. طبعا أنا حبيت هاي الدولة واختاريتها خصوصا لأن بيها عرب. صراحة الدولة اللي يكون بيها عرب كلش حلوة. هنا فقرة الاستراحة. طبعا فقرة الاستراحة أحلى شيء الفطور، بما أنه احنا طالعين صباح من الوقت. فطرنا بالمكان وشوية ريحنا نفسنا، ومرت الله رجعنا سقنا بالطريق ورايحين على أنتفيرب بلجيكا. طبعا هاي المنطقة كلش حبيتها أني لأن بيها عرب، مسواق عرب، ماركتات عرب، الناس عرب، يعني وين ما تشوف بالشوارع كلها عرب. يعني صراحة كلش الدولة المنطقة صراحة كلش حلوة. ولو احنا رايحين على بلجيكا قبل 5 سنوات، بس هاي السنة اختارينا أنتفيرب لأن بيها هواية عرب، فحبينا نزور هذا المكان وحبيت أصور لكم وأشوف لكم شون هي، يعني كعام أنا حبيتها صراحة. وبلجيكا همينة مثل هولندا كلش صغيرة، وطرق سياقة السيارات همينة يعني ما عندهم سرعة أكثر من 130 أعتقد. لهذا همينا بلجيكا لازم نمشي 130، ما يصير أكثر من 130. صراحة يكون شوية الطريق ممل لأن احنا متعودين هنا بألمانيا نسوق 200 وفما فوق، بس على 130 شوية يعني ممل. بس بما عن ذلك مثل ما يقولون الجو كان كلش حلو والمنظر كلش حلو. وهاي هنا دخولية مال أنتفيرب بالبلجيكا طبعا كلها 50، لأن أكو شاحنات وأكو سيارات طالعة سفرة وأكو ناس رايحة للشغل. أعتقد يمهم ماكو عطلة. وهاي أول ما دخلنا بالمنطقة طبعا هيجي بيها ريحة عراق، لأن بيها هواية عراقيين وبيها هواية عرب وبيها هواية ماركتات اللي أنا جدا متحمسة أريد أروح أشوفهم صراحة. يعني أنا جاية فقط على مودهم. وبما عن ذلك والمنطقة هاي شوارعها شوفوا كأنها شوارع عراق، يعني كلها طصات شيء صراحة كلش حلو. حبيت هاي الوضعية كل الصراحة، لأن مشتاقيها صار زمان ما شايفين هيجي شوارع بيها طصات وازدحام هواية وناس عرب هواية، ومنطقة حلوة وسياحية وجميلة، ومثل ما قلت لكم وعتيقة بيها، يعني هيك ريحة عتق هواية، بيها أثاث، بيها أثريات، بيها كل شيء جميل صراحة كلش حلو. يعني أنصحكم تروحون اللي هنا بالأوروبا، نصحهم يروحون على أنتفيرب لأن صراحة كلش حلوة وتخبل. يعني شوفوا هسه داخل المدينة راح أصور لكم، راح تشوفون جمالية اللي بالمنطقة.
وهسه نريد نسوق، نروح على الفندق اللي حجزناه ونبرك هناك وشوية نرتاح، مو هواية، لأن أنا متحمسة أطلع برا بالشوارع أشوف شكوش ماكو، لأن المنظر الخارجي صراحة حبيته كلش. المناظر العتيقة اللي موجودة هناك كلش حلوة وتخبل. طبعا منطقة أنفيرب همينة لا ننسى أنه هي مشهورة بصناعة الألماس، لهذا رح تشوفون دكاكين ألماس وذهب يعني متروسة ترس. يعني أعتقد هواية من الأوروبيين أو العرب أكثر شيء هنا اللي عايشين بالأوروبا من يتزوجون يروحون على هاي المنطقة يشترون من عندهم الألماس أو الذهب، لأن عندهم رخيص كلش، وهي مثل ما قلت لكم مصدر لهاي الشغلات، صناعة مالتها، ومنطقة سياحية كلش وقريبة على الميناء وعلى البحر، يعني شي صراحة كلش حلو. وهسه راح أفرفركم شوية داخل مدينة ومنطقة كلها عشقة مثل ما يقولون. شوفوا هيك يعني مليانة ناس جاية ناس رايحة، وين ما توقفون تشوفون يعني هواية ناس جاية ورايحة، يعني كلش ازدحام صراحة. هاي هنا دخلنا بالسوق العرب بعد ما رحنا على هوتيل وارتاحينا شوية، وطلعنا نفتر بالأسواق الموجودة بهاي المنطقة. طبعا هذا السوق كله عربي، وهذا البانهوف مالتهم محطة القطار كلش كبيرة، شي صراحة كلش فخم كلش راقي وكلش حلو. شوفوا هاي المحلات الذهب ومحلات الألماس اللي متوفرة هنا، يعني أنواع وأشكال ما أشوف بأي مكان. هل قد أكو ألماس وذهب إيش قد ما شفت بهاي المنطقة ألماس وذهب، وبيها هواية مناطق أثرية. يعني المناطق اللي موجودة بأنتفيرب كلش أثرية وكلش حلوة. يعني هاي داخل مدينة، هذا السوق الصيني. وهاي هنا أنا جيت أنا على محل مال شوكولاتة، حبيت أجرب الشوكولاتات الجديدة اللي عندهم، خصوصا الشوكولاتة دبي اللي انشهرت بالفترة الأخيرة صراحة، اللي ما حبيتها بس جربتها، وحبيت أجرب أنواع ثانية من الشوكولاتات اللي متوفرة بهذا المحل. والحلو هنا بالأنتفيرب كل فرع من الأسواقات اللي موجودة يخص بلد، يعني مغربي، عراقي، سوري، لبناني، أردني، تركي، كل أنواع الشوارع اللي تشوفوها بالدول العالم موجودة بأنتفيرب. يعني كل شارع يخص شيء، طبعا يخص بالمطاعم، يخص بالملابس، يخص كل شيء. هاي هنا أنا صورت لكم يعني الشسمة كاملة، المحل كامل مال الشوكولاتة، يعني حتى عندهم مكان خاص مسويه خزنة كاملة مال الشوكولاتة. صراحة كلش حلو كلش راقي كلش فخم. يعني الشوكولاتة اللي كانت موجودة بهذا المحل صحيح شوية غالية، بس صراحة أنواع اللي أنا جربتها طعمها شي فاخر. هاي كانت شوكولاتة دبي اللي أخذتها، وندمت صراحة اشتريتها لأن صراحة ما حبيتها أبد، كلش حلوة. هنا أنا دخلت بالأسواق مال الصيني. شوفوا هاي اللوبيا مالتنا العراقية، بس تجي هنا بالأسواق الصينية شوية تكون طويلة. هاي الفواكه مالتهم طبعا ما أعرف شنو هي، أنواع أشكال فواكه عندهم. تخيلوا معي إنه هذا يكون مدخل مال محطة القطار، يعني شوفوا شقد حلو شقد كبير. طبعا هذا الدخولية مالته، وتقريبا 3 طوابق 4 طوابق هو تحت الأرض، القطارات اللي تحت الأرض. هذا المدخل مالته. أول ما نطلع من المحطة القطار المحلات الذهب، المحلات الألماس، يعني هذا الشارع كله ذهب وكله ألماس، يعني واحد يفتر بيه يضيع. والحلو هناش قد ما تمشون ما تحسون بالتعب، لأن كله ماركيتات وماكو نهاية، تمشون وتمشون وبلا نهاية. وإلى هنا خلص الفيديو مالتي، بس حبيت انه تكونون وياي بهاي التجربة الحلوة اللي أنا سويتها بالمنطقة الجميلة الأثرية أنتفيرب البلجيكية. أشوفكم بفيديوهات ثانية، وأترككم بخير وسلامة حبايب قلبي. ولا تنسون اشتراك بقناتي المتواضعة حتى استمر بفضلكم عليها. تسلمون حبيباتي.